عمرك دخلت موقف مهم وحسيت إن جسمك بيخونك؟ إيدك بتبرد، صوتك بيرتعش. الغريب إن جسمك هنا هو الحل مش السبب أبدا. في تجربة مشهورة جدا في جامعة هارفارد قسموا الناس لمجموعتين، مجموعة وقفوا دقيقتين بوضعية القوة، ظهر مستقيم، راس مرفوعة، والمجموعة التانية وقفت منكمشة ومقفولة جدا على نفسها. بعدها الباحثين عرضوا على المجموعتين لعبة فيها مخاطرة مالية بسيطة جدا، تاخد القرار وتغامر وتكسب أكتر ولا تلعبها بأمان. النتيجة كانت مذهلة، اللي وقفوا بثقة كانوا أكتر جرأة واستعدادهم للمخاطرة زاد بشكل كبير. ولما اتعملت تحاليل هرمونات، هرمون التستوستيرون زاد بنسبة 20%، وهرمون الكورتيزول نزل حوالي 25%. نفس الناس، نفس اللعبة، لكن وضعية الجسم لوحدها غيرت كيمياء الدماغ. العلماء بيسموا ده باور بوزنج افكت. الفكرة ان الجسم مش بيتبع الدماغ كليا، الجسم ممكن هو اللي يقود الدماغ اوقات معينة. الوضعية بتبعت اشارة عصبية حقيقية للمخ تقول له انت قوي ومطمن ومسيطر. في تجربة تانية من جامعة اوكسفورد طلبوا من الناس يتخيلوا انهم بيعضوا على شريحة ليمون حامض. مفيش ليمون فعلا، لكن الغدد اللعابية اشتغلت فورا. نفس الإشارة، نفس الإحساس، بس الطريقة اللي جسمك بيتصرف بيها ممكن تغير كل حاجة جواك. في أوقات كتير الفرق بين الخوف والشجاعة حركة بسيطة.